التامين الصحي في حاله فيزا السياحه غير التامين اللي بيتطلب في حاله فيزا الدراسه او التدريب المهني او سبيلدونج او الشغل في المانيا. ده حاجه وده حاجه. التامين الصحي اللي بيتطلب في حاله السياحه ده بيكون تامين مطلوب منك عشان يغطي فتره اقامه صغيره اقل من 90 يوم في المانيا، وده بيكون عباره عن ستيكر بيكون ملزوق على الباسبور بتاعك. بعد ما بتعمل الباسبور بتروح على شباك في الجوازات تديهم الباسبور. ده بيبقى تامين لفتره زمنيه قصيره اقل من 90 يوم، اللي هي الفتره اللي انت هتقعدها في المانيا او في اوروبا او ايا كان. التامين ده بيبقى عباره عن ستيكر بيتلزق لك على الباسبور. هحاول احط لكم صوره ليه على الشاشه. بيبقى ليه قيمه محدده 30,000 يورو، وده يقدر يغطي لك المصاريف الصحيه لو حصل حاجه لا قدر الله في اي دوله حوالين العالم ما عدا مصر بحد اقصى 30,000 يورو. وده من المستندات اللي بتبقى مطلوبه منك في التقديم على فيزا السياحه من مكتب TLS. بتروح الانترفيو او بتروح الميعاد بتاعهم، بيبقوا طالبين منك وثيقه التامين، مش بس الستيكر اللي جوه الباسبور. بيبقى فيه مستند اونلاين المفروض تعملوا داونلود، هحط لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. المفروض ان انت برقم وثيقه التامين وبالرقم القومي بتاعك بتنزل PDF، وده بتطبعه وبتاخده معاك وانت رايح. ده حاجه اساسيه جدا، لو ما قدمتوش غالبا الفيزا بتاعتك مش هتتقبل. فخلي بالكم يا جماعه، المستند ده مهم جدا، لازم يكون موجود معاك من ضمن اوراق التقديم على فيزا السياحه. اما في حاله الاقامه في المانيا لفتره طويله زي دراسه او تدريب مهني او شغل، ففي الحاله دي التامين بتاعك مش بيكون من مصر، بيكون من شركه تامين المانيه، من شركه تامين جوه المانيا. وفي الحاله دي بتدفع لها مبلغ كل شهر مقابل الخدمات اللي انت بتاخدها. لا قدر الله حصل اي حاجه تقدر تروح المستشفى، تقدر تروح للدكتور، تقدر تعمل عمليه لو الموضوع يعني محتاج. فبتاخد كل الخدمات الصحيه زيك زي اي حد هنا في المانيا. وعلى فكره التامين الصحي مش اختياري، يعني لو انت جاي تقيم جوه المانيا فتره اكبر من فيزا السياحه اكتر من 90 يوم عشان تدرس او تعمل اي حاجه هنا في المانيا، لازم لك تامين صحي. استحاله هتعرف تعمل اقامه او تقدم في الجامعه او تعمل اي حاجه من غير ما يكون معاك تامين صحي. دي حاجه اساسيه، مستند اساسي لكل حاجه هتعملها هنا في المانيا. انت تروح حتى تجدد الاقامه بتاعتك لازم يكون معاك تامين صحي، لدرجه ان في مكتب الاجانب احيانا بيجدد لك الاقامه بتاعتك على قد صلاحيه التامين الصحي. يعني لو معاك تامين صحي بسنه هيدي لك فيزا بسنه، لو معاك تامين صحي بسنتين، وزمايلي يعني كانوا كده كان بيعمل لهم الفيزا بسنتين، وانا كان معايا التامين الصحي بسنه واحده فكنت باخده باقل واضطر اروح تاني بعد سنه تانية عشان اقدم مره كمان. دي حاجه توري لك قد ايه المستند ده مهم جدا وممكن يحدد اقامتك في المانيا. فخلي بالكم يا جماعه، التامين الصحي بتاع السياحه حاجه، التامين الصحي بتاع الدراسه والاقامه لفتره طويله في المانيا ده حاجه تانية. هسيب لكم في اول كومنت اللينك بتاع TLS ازاي تعمل داونلود لوثيقه التامين الصحي بتاعتك من مصر لو انت مسافر سياحه. قولي في الكومنتس تجربتكم مع التامين الصحي سواء من جوه مصر او في المانيا، ولو حابين تعرفوا اي معلومات سبيسيفيك عن اي نوع من انواع الفيزا اللي ممكن تاخدها عشان تيجي المانيا. واشوفكم على خير وبس كده، تشاو.